السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الوصفة تاع اليوم وهي وصفة الحريرة. كما على بالكم درك دخل علينا فصل الشتاء وبارد الحال، نشدو هكا شوية حاجة حامية لي سوب ولا الشربات. المهم اليوم درت الحريرة، قلت نبارطاجيها معاكم. نفوتو نبداو الوصفة نتاعنا. بسم الله. هنا عندي نص بصلة صغيرة، عندي 3 إلى 4 سنينات ثوم، 2 حبات طماطم، عندي شوية كرفس قطعته قطع صغيرة، وعندي كزبر أخضر. هنايا عندي 4 حبات جزر، وعندي حبة صغيرة تاع جريوات الكوسة، إذا كانت كبيرة ديروا منها نص برك. حبة بطاطا صغيرة ومرصو تاع اللحم. إذا حبيتو ما ديروهش خلاص عوضوه بمرق الدجاج. مغرف كبيرة طماطم مصبرة ما تكونش معمرة بزاف، والتوابل ديروا نص مغرف كبيرة من زيبيس تاع الحيرة، واذا ما عندكمش تقدروا تعوضوه براس الحانوت. نص مغرف كبيرة كزبر مرحي، غرفة صغيرة قرقم، شوية ملح وشوية فلفل كحلي. وهنايا المواد هذو تاع الدرسة نديروها في الاخير. عندنا مغرف كبيرة ولا ماهيش معمرة بزاف تاع طماطم مصبرة، 4 ولا 5 سنينات ثوم باسكو شتي الثوم بزاف، نص مغرف صغيرة فلفل كحل، وشوية كزبر خضر. نروحو نبداو الوصفة نتاعنا. هنايا نبدا ندير شوية زيت، فوالا، ونقطع البصلة نتاعي، وندير الثوم، وندير الطماطم، تسمى المواد نتاعي وكنديرهم مع بعض. نكمل نقطع كل شيء ونرجع لكم باذن الله. بغيت نوضح لكم برك حاجه في المقادير. قلت لكم مرق الدجاج، ولكن حتى تحبوا نتوما ديروا مرق بقري ولا مرق غنمي اللي كان عندكم. بعد ما كملت قطعت البصله والطماطم، نزيد عليه الخضر نتاعي كل، والمرصو تاع اللحم والطماطم، والمهم ندير كل شيء، ولا الكرافس وكزبر خضر، زيد التوابل. والحبه تاع البطاطا ما نديرهاش درك، نديرها من بعد كي نقلي كل شيء. نخلط كل شيء ونحطو على النار يتقلى. فوالا، في المرحله هذه نزيد ديك الحبه الصغيره تاع البطاطا، ما درتهاش من قبل باسكو كيما تعرفوا البطاطا هي تتشرب المواد الدسمه، دونك نخلوها حتى نقليو الخضروات نتاعنا كامل، ابخي نزيدو البطاطا. يعني في ممكن ديروا ليه سوب ولا البطاطا ديما ما تقليوهاش مع الخضره. هنايا مرقت الحريره نتاعي بالماء الحامي، ونقفل عليها ونخلوها تطيب لمده 15 الى 20 دقيقه هكاك. فوالا، حنايا بعد ما خلينا المرقه نتاعنا تطيب نروح نوجدوا لها الدرسه. فوالا، نحكمو في اناء صغير، نديرو نقطعو حشي الشوربه ولا كل واحد كيما يسمي لها، الدبشه نتاعنا مع الطماطم والثوم والفلفل الكحل، ونزيد عليهم شويه ماء ونرحيهم بالبغا ميكسور، ونخلوها حتى من بعد نستعملوها ان شاء الله. وهذه هي تشيشه تاع الشعير اللي رايحين نديروها في الحريره نتاعنا. بعد ما تكون الحريره نتاعنا طابت وكنا رحيناها. هنايا لا كونتيتي تاع التشيشه درتها ببخي كاس صغير تاع اتاي، ما نكثرش بزاف باش ما تجينيش خاثره. وانا نروحو نشوفوا الحريره راهي الخضره نتاعنا طايبه، نحيو هذاك المرص تاع اللحم نرحيها ونرجع لكم باذن الله.
فوالا هنايا بعد ما رحيت الحليله نتاعي، دروك نزيد لها التشيشه تاع الشعير. فوالا، ونزيد عليها مغرف نتاع الدرسه، ونخليها تغلي وتطيب في غرضها. مرة على مرة نزيد لها مغرف من الدرسه حتى نكملها كامل، تعطينا يعني بنة ما شاء الله. هنايا كيما تشوفوا الحليله نتاعي جاتني شويه خثره، نزيد لها شويه ما يكون حامي بيان سور، ما ديروش الماء البارد. ونخليها طيب. مره على مره نزيد لها مغرف تاع الدرسه حتى نكمل الدرسه نتاعي كامل. هي بيبخي تقعد لي ان كار دور 20 مينوت، يعني ما بين 15 الى 20 دقيقه، وتكون الحليله نتاعنا واجده ان شاء الله. وهنايا بعد ما كملت التاب نتاعها نزيد فيها نصف مغرف كبيره قرطوفه. فوالا هذه هي القرطوفه. الحق اللي ما عندوش ما يديرهاش، بصح تعطي لها بنه يعني مميزه، تجي ما شاء الله. ولا ندير غير نص مغرف كبيره في الماء ونفرغها في الاخير. ونزيد عليها حفنه تاع الدبشه، قطعتها شويه شويه، ونطفي النار. وهنايا بعد ما فتت هذاك اللحم فتات صغار، نرجعو في الحيرة نتاعي، ونزيد عليها شويه دبشه للتزيين وشويه ليمون. فوالا كملنا الوصفه نتاعنا. الحريره نتاعنا راهي واجده، ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، وما تنساوش بالاشتراك في القناه وتدعمونا بلي لايك فضلا وليس امرا. سي جوست باش تعطوا لنا ان بو دو كوراج نديروا فيديوهات اخرى ان شاء الله، باسكو باش الواحد يدير فيديو سي با فاسيل، فيه تعب كبير ومجهود كبير. المهم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ونقول لكم بالسلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله.